تأثيرها في المجالس وكيف تغير مفاهيم كثيرة في عقول الناس وانك تقول القصة. كلمني خوي لي قال يا ابو عبد العزيز عندنا اثنين جيران بينهم مش مو اثنين اخوان جيران لهم 4 سنين ما يكلموا بعض، وواحد دائما يجيني في المجلس وبيك تحضر القصة تجي تقولها لعل الله سبحانه وتعالى يدخل على نفس الرجل هذا التغيير ويرضى ويا اخوه. الحقيقة كان في بالي قصص كثيرة لكن الله سبحانه وتعالى ألهمني إني أجيب قصة حايل، وأتوقع إني أذكر إني ذكرتها لكن في الإعادة إفادة. فجيت المجلس سلمت على الرجاجيل وهو بين لي قبل ما أدخل إنه في المكان الفلاني، بس أنا ما ركزت عليه أبدا خليت الأمر. فقلت هذا رجل في حايل كبير في السن توفي عنده ولدين، الله أكبر، بين الولدين 2 سنين وما عندهم لا بنات ولا شيء، والعيال هذيلا متزوجين وعنده عيالهم مع بعض وحالتهم المادية مناسبة. يوم شافوا ورث ابوهم لقوا مبلغ مالي في البنك ولقوا أرضين، أرض متظاهرة وأرض على ركن. قام الأخو الكبير وقيم الأرضين وجاء لأخوه وقال يا أخوي، قال نعم، قال هذه الأرض المتظاهرة سعرها كذا والأرض اللي على ركنين سعرها كذا، اختار اللي أنت تبي هذه ولا تبي هذه. يقول وضحت له كل خصائص أرض، فقال لا والله بالمتظاهرة ثم قدامها شارع تجاري ويمكن تصير أغلى، واروح وافرغها له بحكم ان عندي الوكاله وانا فرغت لنفسي الارض الثانيه، وعايشين يوم الجمعه نجتمع مع عيالنا وامورنا زينه، ما في اغلى ما اشوف على وجه الارض هذا اخوي. يوم جاء ذاك اليوم يطق علي عقب صلاه العصر 3 رجاجيل، واحد منهم معنا في المسجد، سلام عليكم السلام كيف الحال فلان؟ قلت نعم. قالوا الارض اللي على ركن مسجله باسمك في الشارع الفلاني؟ قال لي. قالوا حنا جنبها مسجد والمسجد هذا ما فيه لا بيت للمؤذن ولا بيت للإمام، وانت عارف بيت المؤذن والإمام يأثر على بقاء الإمام في المسجد. وقلنا الواحد محسن قال ابدا نشتروا الأرض وانا ابنيها بعد، والحين حاط راصدين ميزانية قيمة الأرض هذه اللي هي لك أنت 500,000 ريال، نبي نشتري الأرض ونحطها بيت للإمام بيت للمؤذن. يقول المبلغ اللي عرضوه ضعف المبلغ حقها، يعني هي يمكنها 250,000، هذا ب 500 معناتها قيمتها كاملة. قلت المسجد هذا مو بعيد عنها؟ قالوا لا جنبها ما بينهم شيء بسيط والإمام يقدر يروح يجي. قلت خلاص أرد لكم بكرة. يقول واستخير يوم جنب بكرة ودق على الإمام اللي جاي حق المسجد هذا، قلت أقول؟ قال نعم. قلت تراني بتبرع لوجه الله سبحانه وتعالى وساهم ويصير لي يد في هذا المسجد، للإمام بيت وللمؤذن وأنتم ابنوها. قالوا بيض الله وجهك، بالعكس احنا على 500 الحين احنا على قولة القائم نحطها في البناء. قلت خلاص وعدكم بعد أسبوع في المحكمة أفرغ لكم. أفرحوا فرح شديد. فيها الأثناء درى أخوي الصغير عن الموضوع بعد يومين، جاني يا هلا فلان شلونك؟ أنت متبرع بأرضنا أرض أبوي للمسجد. قلت الله يغفر أبوي أنت هذه أرضي الحين، أبوي أنا ورثتها منه هي بأرض أبوي. قال طيب شلون تتبرع تسوى كذا وجاي فيها 500,000؟ قلت يا أخي عني وعنك وعن أبوي وعن أمي وعن عيالنا، هذه على قولة القائل يقول يصير بيني وبين أخوي مشادة. أصر أخوي إلا أني أجل أعطيه الأرض ويعطيني أرضه وهو يتصرف معه. فقلت أنا مو على كيفك، أنا الآن أطلقتها خلاص راحت من ذمتي في ذمته. يقول قاعد معي زعل وطلع. يقول لهم خدت لنا خال نقفه بعيد ويجي قال يا أبو فلان أخوك زعلان عليك ويقول تأخذ الأرض الزينة وتعطيه الأرض. يقول له الكلام متحور كثير. قلت شوف يا خالي هو اللي اختار الأرض وأنا جوني هالرجاجيل وفرحت إني أتبرع بها للمسجد، والآن هذا الوضع أنتم لا تحرموني الأجر. قال لا ما دام هذا الكلام اللي أنت قلته خلاص أجل راسك ممسوح بسمن. المهم يقول واروح بعد 5 أيام وأقابل الإمام وأتبرع بالأرض وأفرغها له. بدأوا في بناء هذا بناء البيت. هنا أخوي ينقطع عني، صار ما عاد يكلمني وكل ما قابلته ما عاد يسلم علي وينهرني. أنا صرت أرسل عيالي يوم الجمعة على غداء عقب الصلاة سلوا مع عمكم وسلموا عليه. فإذا اجتمعوا العيال عنده في المجلس وهو قاعد قال عز الله نبوكم مو بكفو يسكتون، هذا عمه وهذا أبوه. يقول يا أبوي هذا ليش تسوقنا على عمنا ويقول مو بكفو عنك؟ قال هو صات هو أطيب مني، وكل ما جاء قال هو صات هو أطيب مني، وكل ما سمعوا ذمتهم في أبوهم يرجعوا لأبوهم يقولون يا أبوي ترى الرجال يعني قال أقول هو صات أخوي هذا أطيب مني. و9 سنين يا أخوان ما يسلم على أخوه ولا يقابله. اللهم أن العيال هم اللي يروحون لعمهم يسلمون في مناسبات ولا في جمعة الجمعة. بعد 9 سنين جاءوا العيال لأبوهم قالوا يا أبوي ترى عمنا دخل مستشفى. أفا وش فيه؟ قالوا والله ما يبي. يوم نشد ولا الرجال عنده غسيل كلى
بدأ يغسل، لكن ما عاد ينفع مع الغسيل، يحتاج إلى متبرع. المهم المستشفى صار يبحث عن متبرع، يا الظاهر أنسجة غير متطابقة لأي سبب أنا ما أدري عن هالموضوع. لكن بعد فترة المستشفى اتصل على الأخ الصغير، قالوا تعال للمستشفى، لقينا واحد متبرع لوجه الله، أنسجته تطابق أنسجتك. ويركبون عياله ويجيبونه المستشفى ويدخلونه غرفة العمليات ويجرون العملية وتنجح العملية وهو يقعد في غرفته. المهم اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم اليوم خذنا كم يوم. قال يا الربع من هو الرجال اللي تبرع؟ قالوا والله فاعل خير ورافض علمه. قال والله ما اطلع من هالمستشفى لين توروني هالمتبرع اللي تبرع لي، هذا كاسب فيني معروف. هذا الاخ الصغير يقول يوم قام يحلف الاحلاف الغليظه هذه، قالوا خلاص ان شاء الله العصر يدخل عليك اذا صلينا. يقول هو على صلاه العصر قاعد على سريره وعياله عنده، يقول لهم خذوا لا هذا اللي داخل ماسك الغذايه وعلى كفراته ويمشي له، هذا اخوه الكبير هو اللي متبرع له بالكليه. يوم شافه وهو أعوذ بالله يجيب ما في راسه كله، يجلس يصيح لين صفى راسه. أنت آخر واحد يتوقع أن يتبرع لي أنت. قال ليش؟ لو تبي روحي حياتي كلها لك، ما جت على هذه. هذاك ما عاد قدر يتلعثم. يجي أخوه الحمد لله على سلامتك ولا بأس. يقولون العيال أول مرة نشوف أبوي وعمنا مجتمعين بعد 9 سنوات من الخلاف على سرير المستشفى. الله لا يوصلنا لهالمستوى في حياتنا نحن نتساعد او نتحاب مع اهلنا ولا اخواننا في ظروف مثل هذه. الله لا يوصلنا لهالامر هذا. يقول والله انهم يبتون على بعض في السرير وينك انت؟ يقول هذا ندمان وهذا اكثر. بديت في القصه وانا في المجلس اقول اناظر عيون الرجال هذا. يوم وصلت موضوع انه جاي بالعربيه ركزت انا على الرجل هذا تركيز شديد مره، ولا الرجال منكسر عيونه بين فخوذه وقاعد شوي اللي يصيح. يوم خذنا وخلصت السالفه ومدوا العود قام وطلع. ما ادري ايش صار. انا الرجل هذا طلع اللي طلبت اني اقول القصه بموجب. يومين يتصل علي الرجل قال تدري وين راح؟ قلت وين راح؟ قال راح لاخوه. طق الباب على اخوه، يوم فتح الباب دف الباب ادخل. وتقابل زوجته اخوه تلبس جلالها وتدخل. اخوه قاعد ياكل لبن وقرصان يغط وياكل، يقول هو يخمه على اللبن. ويناظر هذا اخوه جاي يسلم عليه ويقعد ياكل مع قرصان، يبسون ويضحكون. الله يبيض وجهك على هذه القصة اللي أثرت فينا. هنا احنا نتكلم يا أخوان عن أثر القصص في تغيير أنماط البشر، في تغيير عاداتهم ولا على علاقاتهم. القصص نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرت فيه شيء كثير، أسعدته وخلته يصبر وخلته يحتسب. هذا الله سبحانه وتعالى تعامل مع الرسول ب8 أجزاء من القرآن كلها قصص. فحنا نتعامل في هالمجالس بهالطريقة، لعل الله سبحانه وتعالى يصلح فيها. لعل الله عاق يبر في والدينه، هذا بخيل يتصدق، هذا إنسان عنده مشكلة يعالجها. هذا يعني من هذا المنطلق أنا أنهج هالمنهج هذا في إصلاح ونقل هالقصص المباركة. أسأل الله العلي العظيم أن ينفع فيها، وجزاكم الله عني كل خير يا أخوي عبد العزيز. هذا ما جاءه في المستشفى وأدرك أخوه، ولا ذاك اللي جالس على اللبن وأدرك أخوه. لا يجيك يوم تبكي على نصايب أخوك، نصايب أخوك قبره، النصايب تبكي عليها دم، والله تبكي عليها دم. لا تضيع حياتك يعني في هجران مع أخوك ولا ابن عمك ولا قريبك. والله ما تسوى هذه الدنيا ترى شيء. والله ذيك اللحظة يوم يتصلون عليك وقالوا ترى مات أخوك، ذيك الساعة والله تسود تظلم الدنيا كلها في وجهك. لا يضيع وقتك. والله نصيحة لكل متهاجرين الآن، ارسل له رسالة وأنت جالس على جوالك، ارسل له رسالة يا أخي، سلم عليه برسالة، لا تدق، ارسل له رسالة قل يا أخوي أنا والله مشتاق لك يا أخي، لا تبكي عليه. والله بكرة ترى الحياة قصيرة، بكرة لما تدري له داقين عليك قالوا تعال الحق في جامع الراجحي ولا في جامع الملك خالد، ملفوف بقماشة تعال سلم عليه وهو ميت. إيش الحياة هذه؟ إذا ما جيت أخوك في المناسبات هذه، رمضان جايك تروح لأخوك وتسلم عليه وتقهوى أنت وياه وتستانس. متى تستانس أنت ويا أخوك؟ لا منه راح في قبره ولا في الجامع تروح تصلي على صلاة الميت. وش هالهجران هذا؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. جزاك الله خير. وقبل 30 سنة تعين مدرس بعد ما تخرج في أحد المناطق الشمالية. يقول جيت المنطقة هذه وبدائية قبل 30 سنة، ما بعد يعني النهضة هذه ما كانت موجودة. يقول سكنت لي في غرفة وعايش في هالديرة. يقول عندي تصحيح للطلبة وصححت لهم على العشاء. يقول الساعة 8:30 أو 9 وأنا ما طبخت عشاء لحالي. يقول عزوبي أدرس في المدرسة وماخذين هالغرفة جنبها.
يقول واركب سيارتي خابر لي مطعم الساعة 10 يسكر، الديرة توها ما بعد فيها. يقول اجي ولا في شارع طويل يقولوا عاكسه، ما في احد لا دوريات ولا شيء، ابي الحق على هالبوفيه مدري هالمطعم. يقول يطلع لي هاك الوليد بالسيكل، يقول واصدمه. يقول لو تبطنت السيارة على هالولد، يقول انا اتعداه، اوقف ما اوقف اوقف ما اوقف. يقول سبحان الله، فاتخذ قرار وانحاش واروح لغرفتي اتنافض من الخوف، ما ادري ايش صار على الولد. يقول وانا ما نمت هاك الليله، واروح للمدرسه بحالة قشره، اتسمع من الطلبه، الديره ما هي بسبيره، واتسمع من الطلبه عن حال هالولد، ما جاني خبر. الولد اعطيه في 12 في 10 سنوات على سيكل، اليوم الاول، اليوم الثاني، اليوم الثالث. يقول اخوان خمسة ايام، يقول انا ما جيت هالشارع ابدا. يقول وارجع للشارع واشوف الاوضاع طبيعيه ما في اي شيء. يقول واجي عند راعي بقاله هندي واساله السلام عليكم في حادث هنا؟ قال والله ما في معلومه. يقول هو متاخر الحادث، زادت الحيره عنده. فيقول ابي اعرف ايش صار لهالولد، ولا رايح المستشفى ولا هذا، بيقولوا شيء ينشد عن هذا. يقول اقعد في هالبلد هذه حوالي 4 شهور 5 شهور، يقول ما حد علمني ايش صار في هالولد هذا. انا مقدم على نقل قبل هالحادث ب6 اشهر. يقول سبحان الله يجي نقلي في الشرقيه وانتقل للشرقيه، لكن يا اخوان هذا الحادث في هاجسي كل ليله صبح وليل. يقولوا 20 سنه ما هالموضوع هذا في راسي، وش صار على هالولد؟ ايش انا سويت؟ يقولوا والحمد لله. يقول جاني حلال، جاني خير وجاني ارزاق، لكن يقول هذا الامر ما طفى في كبدي. يقول بعد 20 سنه يقول قررت اني اواجه الموضوع باي، بروح اسلم نفسي وخلاص. انسان هذا متوفي، انسان حي، انسان لازم انهي الموضوع. يقول جاني عيال، جاني زوجه، وجاني حلال، وجاني خير، لكن ما فتت عن هذا الولد اني اشوف ايش صار عليه. ما انام. يقول يتزول لي في كل لحظه، في كل ثانيه. يقول مع 20 سنه يقول فيها عذاب ما يعلم فيه الا الله. يقول شغلت سيارتي ورحت، جيت البلد هذه، هو سمى الاسم بس انا ماني مسمي الديره. يقول يوم جيت البلد، يقول وجه نفس الشارع، يقول له البلد ضاربها النهضه والخير والشوارع والدائري والبيوت، يقول شيء جديد فوق ما تخيله. يقول لين لقيت الشارع اللي صار فيه الحادث، يقول الشارع ودكاكينه. يقول قلت بتهجس الدكاكين اللي كانت موجوده واذكرها على ذيك الايام لعلي انشدها. يقول واجي والقى لي هاك الشايب مع دتس الغمرتين موقف بياخذ له خبز. يقول وانزل واسلم عليه، كيف الحال يا عم شلونك؟ قال اقلط عندنا. قلت والله لا، بس ودي انشد يا اخوي، كان في حادث هنا قبل 20 سنه، راعي سيكل صدمه واحد ونحاش. قال والله يا اخوي انا لي 25 سنه في هالحاره ما اذكر هالحادث. قال ما صار شيء؟ قال والله ما مر عليه الكلام تقوله. يقول انا اتنقل اتوسم الناس كبار السن واسالهم كلهم ما يذكرون هذا الحادث، الى ان سبحان الله يقول قعدت اليوم الثاني، يقول اجي لي محل بقاله والقى هاك العجوز اللي داقها الفقر. يقول له هي معها اغراض. يقول يوم شالت بصل ومدري طماطم ما اخذت لها دجاجه. يقول يوم جت تحاسب، يقول قدم الفلوس وحاسب عنها عند العامل. يقول يوم حاسبت عنها وخلصت قالت الله يجزاك خير. يقول هي تظن اني يعني انها هي مستحقه، بس تظن اني دافع عنها المبلغ. يقول يوم طلعت اوصلت البيت يا خاله، قالت لها بيتي ورا الدكان هذا ولا هي في نفس الشارع. قلت يا خاله انا لي طلب عندك. قالت تفضلي ولدي عسى ما شاء. قال قبل 20 سنه صار حادث في هالشارع في الليل، راعي سيكل ولد انصدم واللي صدمه انحاش. تذكر الحادث؟ قالوا هي ترفع عينها فيني وتناظر لي. قالت ليش تنشد؟ قال تسترين علي. قال انا اللي صدمت الرجال هذا، ومن ذيك الوقت وانا ناير، والحين ما معذبني ضميري وابي اتاكد هذا. قالت انت اللي صدمته؟ قال لي. قالت الولد طيب، جاه كسور ودخلوه المستشفى والولد طيب زين، وابشرك انه بخير. وين بيتهم؟ قالت شوف بيت ابوه هناك في المكان الفلاني. قالوا هي توصف لي البيت كامل. زين. يقول وانا احب راسه واقبل راسه وما ادري ايش اسوي من الفرحه. يقول وانا اركض واروح للبيت اللي وصفت لي. يقول يوم جيت ولا الباب مفتوح واطق الباب ويطلع لي ولد تفضل تفضل. يقول في خيمه، يقول اقلط فيها ويجيني راعي البيت ولا شايب عود يمكن عمره 50 مو بشايب يعني توه. يقول اقعد اسولف انا وياه كيف الحال. يقول ما نشدني عن شيء. قلت يا عم؟ قال نعم. يقول يوم صب لي الفنجان، يوم صب لي الفنجان يقول احط الفنجان على. قالت قهوه. قلت لا والله لي طلب عندك ولا اني بشارب من قهوتك الا لين
تعطيني طلبي. يقول هذه اسلوبهم اللي عرفتها منهم. قال ابشر والله انسان يقدر عليه، والله ما تطلع الا هو عندك. قال انا ابيك تسامحني. قال شو سامحك عليه؟ قال قبل 20 سنة أنا كنت معلم وهذا ما صار. يقول علم عن صدمة الولد. يقول يوم حسنا قعدته وقام يناظرني. قال أنت اللي صادم الولد؟ قلت إيه. يقول هو يحوق لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي وش سويت فينا أنت؟ وش عملت فينا؟ وليش ما وقفت الولد؟ قلت هذا اللي صار والله العظيم 20 سنة لا ليلي ليل ولا نهاري نهار. الله أكبر. واني جاي ندور أنك تحللني وتبيحني واللي تبونه من شيء أنا حاضر. قال أنا محللكم وبيحك على جيتك هذه، وواضح أن جيتك هذه بعد هال20 سنة أن فيك خير. الولد لازم تروح له وتسحل، لأن الولد الحقيقة عمليات وتعب تعب شديد، ولكن الحمد والشكر له. قال وين الولد؟ قال ولد في الشرقية، أثرى عندي في الدمام، يشتغل في هاك القطاع، رحلة ولعل الله سبحانه وتعالى ولا أنا وهالبيت إن شاء الله نحن محللينك. يا عم تبون شيء أمور الدنيا ما أدري إيش. قال ما هذه أمور ما تنقال. يقول ما أدري شو أسوي. يقول أنا بيعبر أنهم يحللوني يبيعوني. يقول أشغل موتري ولا يردني إلا الدم. يقول أجي وأدق عليه تلفون، وينك فيه؟ قال في المكان الفلاني. يقول أجي. قلت أنا جاي من طرف أبوه، عسى ما في أبوي شيء. قلت والله ما في إلا العافية بس. يقول يوم واجهته ولا الولد ما في شيء. طيب رجال مو بصير، عمره في يعني أتوقع عمره 32 سنة. يقول هو وأسلم عليه. قال من أنت؟ قلت أول شيء أبيك تحلل لي. قال لا. يقول وأكثر عليه. قال الله يحللكم به. وش فيك؟ قال أنا اللي صدمتك قلت عمرك 12 سنة. يقول هو يناظرني، يقول عيونه مليانة قهر مليانة دموع، ما هو مستشعر، بس إنه حاسس بالألم اللي سبب لأبوه ولمه في نقله للمستشفيات ومتابعة الحال. وأنا والله يا ولدي 20 سنة والله العظيم لا ليلي ليل ونهار، وأنا رحت للوالد وهذا ما صار وهذا ما صار، وأنا داخل على الله ثم عليك إنك تحلل. قال يا أخوي الله يحللك ويبيحك، ولكن والله إنك أحدثت فينا شيء ما يعلم فيه إلا الله، لا والدي ولا ليتك وقفت على الأقل، والله العظيم إن يسامحونك والله ما، لكن الحمد والشكر لله أنا محللكم بيها. يقول قلت تراني في هذا المكان وهذا مكاني وهذا عملي وهذا. قال ما بي سلامتك. أنا يا أخوان من هذا المنصب من هذا المكان هذا أوجه رسالة لكثير من الأخطاء تصير، لا تعالج الخطأ بخطأ أكبر. ما أتكلم عن حوادث، أنا ما أتكلم عن في مواقف حتى في كلام تقوله على رجال وأنت أخطيت في حقه وتروح وتنساه، ثم أنت تضايق إنك قلت له الكلام. ارجع، هذا هو كلام حادث. موضوع مثل مريت لك على سيارة وحكيتها ومشيت، تكتب ورقة وسجل رقم تلفونك، الناس فيها خير وبيفرحون إن الرجل هذا حط ورقة وحط رقم تلفونه. حاول قدر المستطاع انك ترضي نفسك وترضي ضميرك اذا رقدت، ولا ما في احد ظالمه ولا في احد تسبب له هم ولا في احد ضايقه. يا اخي ما فيها شيء، حنا العمليه وهي العمليه الجراحيه صح انها فيها جرح كبير لكنها تعالج. هذا الرجل وقصته لو انه وقف وشال الولد وودوه المستشفى، انا اجزم جزم المنطقه اللي فيها وهالابو وهالولد ان يسامحونه. وكثير من الاحداث هذه صارت ناس انصدموا ولا تسببوا بحادث وساهموا في علاج او مساعده الناس هذه وقالوا الله يحللك ويبيحك. بل بعض الجرائم جرائم قتل صارت بالخطا، وتسامحوا الناس لان وقفه الرجال معهم في نفس المكان يعني سهلت الامور كثير. وترى الموضوع يقاس مو على صدم، ولا يقاس حتى في غلطتك في مجلس، زلتك على رجاجيل، خطأك في عرض احد، سبب لمشكله معينه ويدرونها انت، ارجع واستسمحهم واعتذر منهم. والله الناس فيها خير، والله الناس فيها خير. أسأل الله العلي العظيم أن ينفع بهالقصة وجزاكم الله عنا كل خير. جدا جميل.